هنبتدي عشوة خفيفة جدا وسريعه كمان، وسريعه هنتعشى معاكم ولذيذة جدا. وكنا عاملينها. ريحتها ولا ما نقولش بقى على ريحتها. الريحه يا جماعه لو شميتوها من هنا جميله قوي. وعارفه لو عرفتوا طريقتها هتعملوها تبقى جميله. وماما كانت عامله الحاجه دي، هنقول لكم ايه هي في الاخر. بس هي كانت عاملاها يعني في القناه عندها على قناه مطبخ ام خلود. هنسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت. كنت عاملاها على قناه ام خلود في اللايف. فدلوقتي اللي على اللايف يخش على القناه. تعالوا بقى نشوف الاكله ايه هي وهنوريها لكم. بس دلوقتي هنشوف ماما عملت طماطم. اهي ماما دلوقتي بتقطع الطماطم. قطعتها خلصتها الطماطم اهي. وهنطلع بقى الصينيه من الفرن. زي ما انتم شايفين يا جماعه النهارده هنتعشى ايه؟ جلاش باللحمه المفرومه. صراحه الريحه خرافه. جربوها بنفس الطريقه لما تشوفوا اللايف من على قناه مطبخ ام خلود وقولوا لنا رايكم، عرفتوا تعملوها ولا لا. نطلع بقى الاكل دلوقتي وشوفوا بقى نكمل مع بعض هنعمل ايه دلوقتي بقى حبايبي. وحشتونا قوي. فاحنا النهارده حبينا نتعشى بقى عشاء سريع معاكم ونصور معاكم كده ونتكلم معاكم. وكنا قايلين طريقته كمان يا جماعه على اللايف. القناه. كانت عاملاها في اللايف على مطبخ ام خلود. والله عاملاها بطريقه بسيطه وجميله ومغذيه وسهله وتعمل اوان في اللايف موجوده. وعاملاها فيها اضافات حاجات جميله مش هتلاقيها في اي حته تانية. سخنه نار. شايفين الشكل باين ولا؟ احنا هنقطعها يعني معاكم ونوريها لكم. شايفين اهو سخنه. وهنحط لكم برضو اللينك بتاع اللايف. سخنه نار. خلي بالك لينك اللايف في صندوق الوصف. متنسوش تشوفوه وجربوه. سهله قوي ومش هتغيب معاكم خالص. طبعا هنقطعها بقى دلوقتي. تعرفي قطعت. هي اصلا متقطعه كده نص، فانت بتكملي بس عليها لتحت. طب عايزه بالشوك. هي حلوه طبعا دي زي ما قلنا جلاش باللحمه المفرومه. احنا عاملين عليها حاجات جميله اضافيه فمغذيه. فاللي عنده اطفال قلت في المدارس والله دي مغذيه ليه جدا. لو خدها قطعها حتت وحطها في اللانش بوكس. في اللانش بوكس جميله قوي. هتغذيه ومفيده وحاجات طبيعيه. هاتوا كده دي شيلوا دي هنا. الشوكتين كده مع بعض. استنى تعرف تطلعها بس. يعتبر والله ده عشاء خفيف يعني جلاش باللحمه المفرومه حاجه يعني مش تقيله بالليل يعني. طبعا مش هننسى اهم حاجه الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقى يا جماعه فطارهم مش لازقه خالص يعني في النخت نهائي. بصي وريهم شكلها. قربيها للكاميرا. جميله والريحه روعه. شايفين تحفه. هنطلع بالكم الوقت مش عارف سكين. هي دي يا جماعه بجد. قربيها من البدايه وشوفيها في الكاميرا. شكل بينها وبعدين اهو. شايفين شكلها؟ هي نازله ومقرمشه وجميله قوي. فاللي عايز يعرف الطريقه ما ينساش يشوف اللايف. اهي بصوا من هنا ناشفه يا جماعه. والله عارفه انا بحب اعمل الاكل ببساطه. ما تعودوش الامور يعني مش لازم. لان كل ما هتبقى سهله هتخلصيها في ثانيه وهتحبيها وكل شويه تعمليها. تحبي تعملي حاجات تانية. انما لازم ده ولازم ده ولازم ده اي نعم لازم الاساسيات بتاع كل اكله. بس في حاجات اضافيه ممكن تحطيها وممكن لا. طبعا عاملاها في اللايف كله والله عاملاها يعني كلها حاجات بلدي. شايفين برضو الثانيه مقرمشه صح؟ الواحد بقى اول ما بيدوق يحس ان هو يعني الاكله دي عجباه قوي. هو ايه الحلاوه دي بجد؟ بصي الزبده البلدي مخليه ريحتها خطيره جميله. وطبعا اللحمه والله بلدي من الجزار المفرومه وحاجات كلها مغذيه. وعليها طبعا فلفل الوان. الفلفل الالوان مديها طعم روعه مع اللحمه المفرومه كده. جميل قوي. انا جايبه الاحمر والاصفر مقطعه. الاحمر واصفر حته كده. يعني انا ما كنتش عايزه والله. شايفين الفلفل في اللحمه بس بصراحه ما بحبش الفلفل خالص. بصوا شايفين شكله جميل ازاي. ما بحبش الفلفل خالص. تقول لي لا مش عايزه اكل. والله بصي اول ما دقيت قالت لي الله. هتقطعي بقى حته دي كده. طبعا جاي علينا رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين. يعود عليكم الايام بخير وعلينا يا رب. وعلى الجميع ان شاء الله. فعارفين الاكله دي في السحور والله مش تقيله. خفيفه قوي. كتير قوي يا جماعه. يعني عارفه بين الفطار والسحور يعني ممكن تعمليها مش هتغيب ثواني. قطعنا بقى حته حلوه كده كبيره. تحفه. جربوا حتى حط الفلفل بجد خطيره. استنى السكينه.
وحتى كمان البيكربونات دي يا جماعه بتحطي حبه. البيكنج باودر. بالطريقه دي هتعرفوها في اللايف. جميله. حلوه قوي. بسم الله يا جماعه. بسم الله. تحفه روعه. جميل. هو ده بقى الجلاش الناشف ولا الطري؟ ده لا ده يا جماعه الطري. الطري. ادي كده دي وديها شوفها الطماطم. ادي كده وهاتي الطماطم هنا. جربوها يا جماعه، طعم روعه روعه، مش هتبطلوها من كتر حلاوتها. حلوه قوي. سمينا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاها خضره صغيره فاتحه. احنا طبعا عاملين طماطم وجايبين خس. اي حاجه تحضروا جنبها كده بتبقى حلوه يعني. عندكم مخلل برضه يا جماعه تقدروا تحطوه اي حاجه جنبها عادي. لو عايزين تاكلوها لوحدها هي كفيله يا جماعه بجد. هي مش محتاجه حاجه اساسا. جميله جميله جميله. والله ما لكم عليها طعمها خطير يعني، والله مش هتصدقوا. الزبده البلدي مخليها جميله وحلوه. وعشان احنا دهنين تحت كمان ما لزقتش، ما بتلزقش تحت في الصينيه. تنسوش بقى اللايك وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اختار مش عارفه. كان مطلوب مننا اوردر، كنا عاملين برضو جلاش، والله يعني قالت اعملي بطريقه معينه، بس انا بعمله بطريقتي. قلت لها جربي طريقتي. طريقه المخلول. عجبتها قوي. والله عجبتها، وطلعنا الاوردر بقت كل مره تطلبوا مننا. فاحنا بقى ايه قلنا برضو ايه نشارك معاكم الوصفه دي. سهله وبسيطه وسريعه وفي ثانيه بتخلص ما بتغيبش. لا ومش حاسه طعم الفلفل خالص. الفلفل ملوش طعم خالص. لا عارفه كانك بتاكلي بيتزا. صح. طعمها تبع البيتزا. خطيره البيتزا لما بتطلع سخنه كده، الله بتبقى جميله زيها كده. يعني ممكن تشكلي في الاكل تبع، عشان لو عندك مثلا اطفال صغيرين او حتى اولادك وكده، اعملي لهم اكل يعني تشكلي فيه، تعملي بطريقه غير الطريقه التانية عشان ما يبقاش حاجات تقليديه. فالانسان حتى بينوع. كبير بيمل من النوعيه دي. قولي لهم على نص كيلو لحمه اللي هو عاملها. موقف يا لهوي ما تعرفوش ازاي يا جماعه. عارفين اللي هو دي مش حاجه صغيره عشان تقع، فاهمين؟ ما تفكرنيش، هو اي نعم حاجه بسيطه، بس والله عارفه الواحد اتضايق كده. هي كانت جايه، هي جايبه كذا حاجه معاها هي بره. حاجه كانت تقيله وياما. كنت جايبه اكياس كتير ومش عارفه عشان كنت لوحدي. كانت جايبه لحمه مفرومه. ما لاحظناش كمان. ما لاحظناش اصلا حتى لما رجعت ما دورناش عليها. يعني انا عارفه الكيس كلها موجوده والحاجه كلها محطوطه. كنا جايبين اللحمه المفرومه دي عشان نبيع جلاش. والله اجلنا ساعتها جلاش عشان احنا جينا بندور على اللحمه، ماما تقول لنا حطوا اللحمه في الفريزر، حطوا اللحمه في الفريزر. كل واحد مفكر التاني شالها خلاص. انا مفكره ان هم شالوهم، وهي مفكره دي شالتها، ودي مفكره ان دي شالتها. ما لاحظناش بقى لما نيجي نعمله. جينا نعمله نطلع ندور في الفريزر وفي الثلاجه مش لاقيينها. بس كنت ساعتها هعمل لايف وبقى عايزه اعمل خلاص وحضرت هتطلع لايف خلاص. كل حاجه جاهزه ما عدا اللحمه، لقيناها في الاخر مش لاقيينها. وهي ماشيه بتحكي لنا الحاجه كانت تقيله فمعرفش وقعت منك الكيس كله وقع. انا القياس واقف، انا خدت بس ما اعرفش اتزحلقت ازاي. ما اعرفش اتزحلقت وقعت ازاي. مفيش مبرر. ما انت معاك اكياس اصغر اللي هي وقعت منها دي. انا شايله كل الكيس ازاي دي اللي وقعت. انا بمسك في كل كيس صوبع كده، كيسه 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 كده، اقعد امسك كده فتلاقي الكياس كلها صوابع. ما اعرفش يعني في واحده اتزحلقت. مش حاسه. هي كانت يعني كان معاكي اكياس اصغر الصغيرين ما وقعوش، ودي اللي وقعت. ما اعرفش وقعت ازاي وهي كبيره. شوفها وقعت مني وخدها بقى، يلا صحه وعافيه. شبه اللحمه المفرومه بتاعت الشريم. برضو اللحمه والكبده. اللحمه المفرومه. اللحمه والكبده كنا جايبين اكل كتير وفي الاخر نسيناه ومشينا. سافرنا يوميها عاملين فيديو برضه في قناه يوميات. كنا جايبين اللحمه والصدق ونقول اللحمه اليوم كذا والصدق اليوم كذا. رحنا ولا لقينا اللحمه ولا الصدق ولا كده. نسينا كل الاكل. نسيناهم هنا. ايه عايزه. ايه رايك فيها؟ جميل. جميل.
صحه وعافيه. فكل اللي يروح بقى يشتري حاجه خلي باله من الحاجات اللي بتبقى معاه. تعرفي تطلعي واحده من عندك؟ هي طلعت تعالى حته. والله يا جماعه والله يعني مش الواحد بيشكر في الحاجه اللي بيعملها. احنا يعني بعمل انا والبنات وكده بحاجه باتقان وبراحه وحاجه فيها فايده، وبدور على الحاجه الحلوه الطبيعيه يعني. فلو عملتها والله وجربتوها بالطريقه دي سهله وجميله قوي الريحه يا سهلة جماعه. وجميلة، الواحد مش يعني اول ما تشموها مش هتقدروا عايزين تاكلوها في ثانيه. على مين؟ نعمل ايه؟ على مين؟ قطع عليها حتة عارفه كده. تطلعها ولا اقطعها؟ بصوا يا جماعه زي ما شفتوا مش لازقه نهائي. بتطلع كده يعني سهله منها كمان متقطعه. ده سقيها لبن والله اللي هو اللبن الجاموسي. جاموسي بلدي كده. فطعمها جميل. يا جماعه احنا مقطعينها بس ننزل بيها لتحت فاهمين؟ قبل ما تخش الفرن تقطعوها نص بس، ما تنزلوش بيها لتحت. بعد ما تخلصوا بقى تقطعوها للاخر انتوا بتطلعوها. الامتحانات بقى خلاص على الابواب، فطبعا اللي عنده دراسه اولياء الامور بيبقى شايلين والله الهم اكتر من اولادهم يعني. فربنا معاكم ومعانا كده ومع الناس جميعا، وعدي السنه دي على خير وكل سنه يا رب. حطي لي واحده هنا. الحاجات الطبخات الخفيفه دي طبعا انت بتبقي مشغوله يعني. كل اولياء الامور عندهم مثلا صغيرين تبقى مشغوله عايزه تودي مثلا اذا بتودي المدرسه او بتودي درس او بتذاكر له او بتساعده. يعني الوجبه دي بتبقى سهله سهله لو مشغوله وراكي حاجه في ثانيه هتعمليها مش هتغيب. مش هقول لكم بقى على الطعم، طعم روعه. طعم خطير والله لو جربتيه ما تلاقيش في حته حلوه يا جماعه. اكله حلوه جميله. تسلمي ايدك يا ماما. الله يخليكم يا حبايبي تسلموا. شوفوا عايزين ايه اكله تانيه برضه تكون خفيفه واعملها لكم بيضه هريسه. بيقولوا لنا الاكلات مثلا اللي انتوا عايزين تعرفوها تتعمل ازاي، واحنا ان شاء الله نبقى نعملها سواء على القناه هنا يوميات عيد خلود او مطبخ ام خلود. بتودوا اولادكم المدارس فلازم تهتموا بالغذاء عشان دور البرد اللي ماشي ده، فبيقولوا يعني مش كويس ربنا يستر يعني. فطبعا انتوا عارفين بيبقى فيه زحام هناك، الاولاد يعني بيبقوا المناعه بتاعتهم ضعيفه فممكن بيلقطوا من بعض بسرعه. فلازم الغذاء ده اهم حاجه يعني. ما تنزليش ابنك الا لما تفطريه كويس او على الاقل تديله شويه يعني كوبايه لبن. وطبعا لو عملت له مثلا وجبه زي دي تبقى جميله ومغذيه من كله، لانك هتشوفي طريقتها في اللايف على قناه ام خلود. سهله وجميله قوي ما تغيبش. هتدي له قطعتين مثلا او قطعه كبيره شويه، ولازم تدي له مثلا حواليها برده حاجات زي مثلا خس زي ما احنا عاملين، خيار، طماطم، اي حاجه تكون فيها فايده. فكل ده بيقوي المناعه. حتى لما يرجع برده لازم ياكل اي لقمه، فانت كده بتقوي مناعته. ما تخلوش يلقط بسرعه برد من اي حد اي حاجه. كل ما المناعه تبقى قويه عندهم كل ما يعني تمنعي الامراض تخف منهم شويه. حتى الكبير مش الصغير بس.